الجمهور الضئيل اللي تحول للمنزه شاهد مقابلة فرص الضائعة خاصة من طرف الملعب التونسي اللي يلعب من اليمين إلى اليسار. المقابلة ما عرفتش مستوى رفيع وتميزت بعدة أحداث. أولا بدأت المقابلة بعد 20 دقيقة من موعدها الرسمي. ثانيا مهاجم الملعب التونسي نسيبي شغل اليوم خطة جديدة، خطة مدافع أيمن. هذا ما منعش الحكم من إقصاه بعد تحصله على زوز إنذارات، الأول لمس الكرة باليد والثاني الاعتماد إبعاد الكرة. ثالث حدث هو بن رمضان لاعب النادي القربي، هو الوحيد اللي قذف في اتجاه الحارس العبيدي وكان ذلك في الدقيقة 31. فنشوفوا بعد حين هذه العملية. العمليات كانت غير مركزة وما تعدتش 3 أو 4 تمريرات مستقيمة من ناحيتين، لكن هذا ما منعش في آخر الشوط الأول أن يختطف اللاعب ناصر محلة اللي تكون في النادي القربي هدف الانتصار، وذلك يزيح الفريق متاعه السابق من الكأس. ونشوفوا بعد حين العملية. هذه بدايتها. تميز إذن ظهور الملعب التونسي بلعب فردي، كل لاعب كان يظن أنه يملك الحل للتهديف وحل العقدة. الشوط الثاني زاد النسق تاع اللعب نزل رغم دخول الركباوي بعد غياب شهرين وبن فرحات. من ناحية النادي القربي كان صموده غير مثمر، أكثر هجوماته الهجومات نتاعو كانت نادرة. من اللاعبين اللي تألقوا في صفوفه نذكروا الحارس نوارة والزقلي وجربي وحصات اللي مكنوا فريقهم